صلى على الحبيب قلبك يطيب. بناتي واخواتي يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كده هنعمل محشي ورق ايه، هنعمل محشي ورق اللفت. ماشي، انا قبل كده عملت لكم ورق الخاص، عامله محشي ورق ايه ومحشي ورق اللفت. الخلطه زي خلطه الكرنب بالظبط. ماشي، تقلل البصل حسب ما انت بقى بتحب البصل. أنا بحب في المحشي البصل كتير والخضره كتير، ولازم تكون الطماطم كتير. شايفه الخلطه عامله ازاي، حمرا وجميله ازاي اهو. ماشي، انا بحط بصلتين 3 4 كده، بحب البصل كتير اهو. وادي ورق اللفت. بصي تسلقيه نص سلق كده، يعني تحطيه في الميه وتطلعيه اهو. شوفي جميل ازاي. تاكليه بقى اكنك بتاكلي ورق كرنب، واحلى كمان من ورق الكرنب اهو. شايفه جميل ازاي. جيبي بقى، لو جبت لفت بقى، يعني اللفت مفيش حاجه فيه بتترمي اساسا، لا العروق بتترمي ولا الورق بيترمي، وكله بنخلله اهو. شايفه عسل ازاي. تحشيه بقى كده وتاكليه تحفه، ويا سلام بقى لما تحصري عليه ليمونه، اكنك بتاكل اكنك بتاكلي ورق عنب بالظبط اهو. شايفه. تجيبيه تسلقيه، يا دوبك تغطسيه كده في الميه وتطلعيه، ولا ملح ولا زيت في الميه. مش فاضيه، وتحطيه في الفريزر تاني يوم تروحي مطلعاه، هيبقى زي المسلوق عشان ما بياخدش وقت. ماشي. احلى ورق لفت بتحشي زي ورق الخاص. لو كنت جربت ورق الخاص، ورق الخاص برضو تحفه، انا كنت حاشيه لكم على القناه. شوفوا جميل ازاي اهو. انا بقى ايه اللي معايا وحافظني بلم عزاويل واروح اقعد ايه احشي في الارض، عشان انا كده بحشي لكم كام واحده كده على البوتاجاز وانا واقفه بس. حبايبي كده انا خلصت ايه، خلصت محشي ورق اللفت اهو. شايفه الصبع جميل ازاي اهو. شايفه ورق اللفت، جربيه كده تحفه 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 اه. ورق اللفت قبل كده برضه كنت عامله معاكم ايه، ورق الخاص. اللي ما شافش ورق الخاص يخش ايه على قناة اليوتيوب اسرار المطبخ مع مطار، تشوفوا ايه ورق الخاص. ده النهارده انا عاملاه ورق ايه، ورق ليفت. ورحنا مطلعين بقى كيس ورق كرنب اللي احنا مفرزينه لرمضان وعملناه. ماشي، ودي شوربه بقى، حط عليها معلقتين صلصه. الشوربه دول ايه، عندنا حبه شوربه بقى قلنا نستغلهم نعمل بهم ايه، حبه محشي في الساعه اللي احنا فيها دي يا حبايب قلبي. حطيت عليهم معلقه صلصه من ايه، من التسبيكه بتاعت المحشي. عايزه تسقي كده تسقي، عايزه تحط طبق كده زي ما بحط كده وتسقي عليه برضو شغال كده اهو. كده تخلي السطر الاولاني ايه ما يجيش ايه عليه الشوربه. وهنا برضو ايه كبشتين كده بس كده كفايه. امسكي بقى الحله كده وتهزيها. ماشي، ودي برضو ايه تهزيها كده كده. عندك حبة شوربة بقى استغلها في حبة محشي زي كده. حبة قلقاس تكون مفرزاه، حبة ملوخية ناشفة مفرزة، كيس ملوخية خضرا برضو كده. يعني ما ترميش الشوربة خسارة، مش عايزاها مش تعملي بقى أي حاجة، روح حطها في كيس وحطها في الفريزر. هتنفع لك، هتنفع معاكي في أي وقت، في أي وقت. اللي ما تستكترش الحاجة، يا مستكتر الأيام أكتر. أي حاجة عملتيها حتى لو حبة طبيخ وزادوا معاكي والعيال ما لهمش نفس ولا انت ليك نفس اليوم، حطهم في كيس ورموهم في الفريزر وراكوا كده في يوم كده. طلعيهم من الفريزر وتروحي عامله جنبهم طبق رز، طبق مخلل، وتقضي اليوم ولا كأنك صرفتي 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا اي حاجه. اي يوم وتقضى من البيت كده، وتدبري وتوفري ليك يا حبيبتي. ماشي، الحياه غاليه وكل حاجه غاليه اساسا، فلازم ايه تحط القرش على القرش كده. طالما عيالك صغيرين هتعرفي تاكليهم اي حاجه، اي حاجه تاكلها لهم على مزاجك، انما مع العيال بيكبر بياكل هو على مزاجه. فانت دبري ووفري يا حبايبي. ماشي، والحاجه غاليه. اي حاجه مالكيش نفس ليها وكتير الحاجه وعملتيها، شيلي في الفريزر كده، كيسي كده في الفريزر، روح حاطه في الفريزر كده. هتيجي تطلعيها تلاقي الحاجه معاكي اكنك لسه عاملاها طازه كده. ماشي حبايبي. حبايبي كده المحشي استوى اهو. بس محشي
ورق اللفت بص تحفة تحفة. شايفة عشان سخن بس اعملهولك ايه. شايفة شايفة جميل، بس انا مش عارفة اقطع عشان سخن. شايفة تعمليه كده تحفة. ورق كرنب كمان تعملي محشي، تعملي بقى شندوتش كده اهو. من بقى زي كده بيعمل شندوتش محشي ورق ايه، ورق لفت ماشي. بص تحشيه بقى كده اهو. شكلي بقى طالما في محشي كرنب نحط صباعين برضو محشي كرنب اهو كده. كلي بقى بالعيش كده عشان العيش ايه، العيش بيشبع اهو. ومن بقى بيحط الكشري في الشندوتشات زي حالاتي كده كده بقى، وتطبقيه كده وتاكلي بقى، يبقى تحفه. ماشي يا حبايب قلبي، احشي بقى جربي ورق اللفت كده، وانا عامله ورق الخاص بس جربي بقى ورق اللفت. جربي ورق اللفت كده جميل طعمه تحفه. تحصري عليه ليمونه كده زي ما انا عصره كده، بس انا ايه الكاميرا ما صورتهاش. ماشي احصري عليه ليمونه كده وروح حاطه عليه ليمونه من على الوش كده، تحفه 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 زي العسل. ماشي يا حبايب قلبي، اللي وصل معايا لحد هنا عايزه لايك وشير، ربنا يخليكم ليا نعمه في حياتي. انا مش هتكبر الا بيكم. اللي ما اشتركش معايا في القناه اليوتيوب يا ريت يشترك فضلا وليس امرا. ماشي يا حبايب قلبي، القناه مش هتكبر الا بيكم. واشوفكم في فيديو جديد بامر الله. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.